النهارده بقى قررت ان ادخل المطبخ وادلعهم شويه. عملت ايه يا ساره؟ عملت لهم رز بسمتي مفلفل فلافيلو. بصوا المنظر عامل ازاي. عملت الكلام ده قبل الفطار، دخلت قبل الفطار بساعه، واللهم بارك خلصت قبل الفطار بالظبط ب5 دقايق. عملت بقى شويه الرز البسمتي دول ومعاهم طاسه الفراخ القمر دي، بجد تحفه جدا وجوسي قوي وجميله قوي واسرع اكله ممكن تعملوها، بجد سهله جدا. تعالوا بقى بينا نشوف هنعمل الفطار الملوكي ده ازاي، ونقول بسم الله وعلى بركه الله ونبدا يلا. اول حاجه هحضرها معايا وهي الرز. هبدا ان انا اقطع البصل كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي الطريقه الصراحه المفضله ليا في تقطيع البصل. يعني بحب ان انا اقطعه كده بالطريقه دي زي زمان بالظبط. تمام، بيبقى كمان طعمه حلو ومش بيبقى عامل شبه اللي بيبقى مضروب في الكبه. حطيت عليه شويه زيت، حته سمنه بلدي كده حلوه تديله طعم حلو. هديهم كده تشويحه مع بعض لحد ما يخشوا في اللون الذهبي الفاتح ده. بعد كده هحط لها البهارات، وهي عباره عن بودره كبسه بتتجاب من عند العطار، وبودره زعفران برضو بتتجاب من عند العطار. هديهم كده تشويحه مع بعض، وهبدا ان انا احط الرز البسمتيو. انا طبعا كنت غسلاه كويس جدا جدا لحد ما لونه غير كده زي ما انتم شايفين، لان ما لحقتش ان انا انقعه قوي. تمام، هنا النار عاليه، هدي للرز تشويحه مع البصل مع البهارات مع الملح، وحطيت كمان شويه من بهارات الفراخ. اديتهم تقليبه. هكون انا مسخنه ميه، كوبايه الرز البسمتي وبتاخد كوبايتين من الميه السخنه، وهنا هتاكلوا احلى رز بسمتي بتاع المطاعم اللي بيجي مع المشويات. انا الصراحه ما كنتش هصور فيديو النهارده فما صورتش التتبيله بتاعه الفراخ دي، بس هقولها لكم كده سريعا. بجيب صدور متقطعه شرايح، بحط بقى عليها ايه زيت، بحط عليها دبس رمان ليمون، بحط عليها ملح وفلفل اسود وسماق وشويه صغيرين من القرفه وبهارات فراخ، شويه بودره ثوم شويه بودره بصل، وهي دي التتبيله بتبقى حلوه جدا. وبحط دبس رمان، مش عارفه انا قلته ولا ما قلتوش. فبجيب الطاسه دي، لو ما عندكوش الطاسه دي اعملوا عادي في اي طاسه، بس تكونوا مسخنينها كويس جدا ورشين عليها رشه من الزيت. هنا النار لسه عاليه. تمام، بديها صدمه الاول على الجنبين، بعد كده بحط لها شويه من الميه بتاعه التتبيله بتاعه الفراخ. تحفه 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 تحفه، جربوها هتعجبكم جدا. بهدي النار، بسيبها تستوي شويه، ما بتاخدش وقت في السويه لان دي صدور متقطعه شرايح، فما بتاخدش اي وقت خالص. بهدي عليها النار. تمام، بعد المرحله دي وبسيبها انها تستوي براحتها طبعا، وبغطي عليها بسيبها بقى تستوي براحتها 10 دقايق على الوشين، بتكون استوت وبقت زي الفل. اكلة النهاردة سريعة، اكل مطاعم، طعمها تحفة جدا، هتعجبكم قوي لو جربتوها، وخصوصا طريقة الفراخ دي بجد في حتة تانية خالص. طبعا النهارده كده خلاص نص رمضان عدى وخلصت كل افكار الاكل. بقى عايزاكم كده تكتبوا لنا اكلات سهله وتكون كمان اقتصاديه وتكون كمان يعني سريعه شويه، علشان خاطر اليومين الجايين بقى ان شاء الله بيبقوا يومين عباده حلوين، وبيبقوا كمان يومين التنظيف بقى بتوعنا. طلع الرز المفلفل بتاعنا، بصوا الفلفله، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، احلى من الرز اللي بيتجاب بتاع المطاعم مليون مره، بجد تحفه جدا هيعجبكم. المهم بقى مش عايزاكم تنسوا تكتبوا لي انتوا بتتابعوني منين. تمام، واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد، باي باي حلوين. بابا حاولين تصل رايك الرفض سنة طيب وسنة طيب.